صباحو معكم ماما نجاة لبنيس كيتشن. كوسة محشي ولوب بزيت، هيدا الأكل شغل البيت. يا ريت تاكل يا ريت. صباحو معكم ماما نجاة من لبنيس كيتشن. اليوم أنا حصوركم أنا وقاعدة عند رفيقتي مدام إيمان، صرتوا تعرفوها يمكن كلكم. فهي بتحب تعمل أكلات وخصوصا الحلو بيطلع منها كتير طيب وكتير بتعرف كيف تساوي. أنا دايما بقلكم صباح الأمل، صباح الفرح، صباح التفاؤل. نهاركم إن شاء الله كله بيكون حلو، كله بيكون هيك مريح لإلكم. اليوم قررنا إنه نعمل أكلة الحلو تشيز كيك بطريقتنا نحن الخاصة، بطريقة مدام إيمان الخاصة. المكونات هون دغري أنا حقلكن عليها وإن شاء الله تعجبكن هالأكل. كبايتين كريمة تبعت الحلو، كبايتين كريمة سائل يعني ليكويد. عنا 250 جرام جبنة كريمي. عنا هون 100 جرام زبدة. الأهم هو بسكوت عنا 300 جرام. وبعدين كمان عنا الجلو 100 جرام. مربى عاملته مدام إيمان عقيدة، مربى الفريز شو طيب. قديش مربى؟ 100 جرام تقريبا، 100 جرام. هلأ حنروح سوا نساويهم وحتاكلوا أكلة ما أكلينا بحياتكم. هلأ منخلص ومنبلش فيها، مش منخلص، منبلش فيها ومنساويها قدامكم. حتنبسطوا كتير وقت اللي تعملوها وبتلاقوها ببيتكم كتير طيبة. يلا سوا نساويها، هالمرة سوا حنساويها. نحطهم كلهم سوا. نفرمهم بهيدي المكنة البلاندر يعني. خلاص يا عين ما أحلاها، صارت بودرة البسكويت. بالعكس بدها تدوب الزبدة، لازم تكون دايبة الزبدة لتحطها مع البسكويت. يلا هذه ما بقى بدنا اياها. يلا خديها. هلا اعمل من بعد ما سوحت الزبدة حطيتها فوق البسكويت حتى تفركها منيح مع بعضها، بتصير مثل يعني بتصير جامدة. بعدين شو بنعمل؟ نسيت. وبتكبسيها. ايه بتكبسيها وبتحطيها ساعة بالبراد، وبعد ما تحطيها ساعة بالبراد بهالوقت تكوني عم تعملي الكريمة. الكريمة بتخلص بتحطيها على وشها لتاني نهار ليجي منيح. بتكوني عاملة جلو وبتحطي بقلبه المربى، يرجع بينحط المربى على الوش. يعني نحن هلا اليوم حنساوي البسكويت والكريمة. اوكي. ساعة بينحط هلا البسكويت بالبراد، وبعدين بينحط فوق الكريمة. بينحط الكريمة وبيضلوا لبكره بالبراد لحتى إذا حطيتي الجلو عليها وكان رخو بياخدوا كلهم من بعضهم، هيك بيضلوا طبقات. بيصيروا ينخلطوا. اوكي. هيك بصير كله طبقات الكباية. بتكبسيها. شوفوا كيف بنعمل.
من بعد ما ملسناها كلها هيك صارت ماسك بقفل كباية بنصير نشد عليها لتتماسك مع بعضها. ما هيك عم بعمل صح؟ خايفة أنا بعدني أنا ولا مرة عملتها. حناخده نحطه بقلب البراد. حط الكريمة. بنحط الكريمة ونخفقها هون بقلب هيدا الجار. اوكي، لكن هلا بنحط الكريمة. ايه حرام يبقى منها شيء. شوفوا كيف صارت، بعد بتصير تجمد كثير. ما احلاها. كمان الواحد يجيب النوعية زي الكريمة. ايه مثل الكرابيج كنا نشتريه. ايوه كرابيج. ايه يصير لك الكرابيج. كان يجي لعنا وعنده سطل اللي يبيع كرابيج وينادي كرابيج كرابيج، ويكون معه قرطاس تاع البوظة بسكويت يعني، ويحط لنا وعلى الزهر نرمي الزهر إذا طلع لنا 3 أو 4 ناخذهم. هيك صار بفرنك بس يجمد بهالطريقة وبطل يتحرك الكريمة بقلب الجار، معناته خلص مشت الكريمة. بطل توقع الجبنة. هلا بنحط الجبنة. بعد بتجمد أكثر بس تحطي الجبنة بتصير كثير جامدة. أنا ما كنت عارفة إنه هلا عم تخفق الجبنة مع الكريمة. اوكي، لازم كمان تخفقهم شي 10 دقايق. خلص هيك كيف تصير الكريمة ما بتوقع من قلب الهيدا، وتضاعفت لك قد صارت علو الجار. هلا ايه قولي انت. بعد ساعة بردت، سقعت وجمدت لك الزبدة مع البسكويت. هلا بنحط الكريمة على وجه البسكويت. بدك تحطيها كلها؟ لا حخليها. ايه انتو يعني مثلا هلا نحن شفناها انه طلعت كثير ما متوقعنا ترفخ هالقد. لا وجات يعني فينا نحطه بصينية أكبر بتكفيها. أو يرققوا الكمية، بس نحن جات اللي عنا. ايه يعني إذا بدكم تقللوا فيكم تقللوا أقل. انتو يعني مثلا هلا نحن شفناها انه طلعت كثير ما متوقعنا ترفخ هالقد. لا وجات يعني فينا نحطه بصينية أكبر بتكفيها. أو يرققوا الكمية، بس نحن جات اللي عنا. ايه يعني إذا بدكم تقللوا فيكم تقللوا أقل. بتطلع منيحة كثير. بس في ناس أنا بلاحظ بيعملوا ما بيعملوها هالقد، ما بيحبوا كثير رقيقة يعني بيحبوها رقيقة الكريمة. هي تشيز كيك، هي كلها كريمة تشيز. طعمتها بتصير يعني صارت طعمة الكريمة تشيز. هي تشيز كيك بس ما بتصير بدون كريمة يعني. بنمسحها هيك منشان المنظر يعني. شوفوا ما أحلاها كيف صارت. هيدي يعني تقريبا
بتطعمي شي 15 شخص أكثر، لأنه هيدي المفروض القطعة تكون صغيرة، بتطعمي شي 20 25 شخص. لا اكثر من 15. 15 شخص، اوكي. بتتقطع بشكل. هلا بكره بس نحط الجيلو عليها بتبين، بس نحن بدنا نسويها حتى الجيلو ما يغرق على جنابه، مشان تضلها هيك، مشان تضلها طبقة بسكويت، طبقة كريمة، واخر شي طبقة الجيلو على الوش. ان شاء الله بكره بنشوفكم. هلا بنحطها بالبراد لبكره. وعدتكم اليوم شلناهم من البراد، بس كانت مطفية الكاميرا. عملت هون جيلو، دوبت بقلبها المربى شوي على النار حتى ياخد المربى مع الجيلو. هلا بدنا نحطها فوقهم. شوفوا كيف عم تعمل إيمان. عم تدلقهم، وهول شقف المربى. هي اختارت مربى الفريز مثل ما قلنا. هلأ هون بيطلع طعمته كتير كتير طيبة مع المربى والهيدا. شفتوا شو طلع طيب؟ شو طلع حلو منظره؟ ما بعرف إذا حنقدر، بس خليه شوي لهيك. شوفوا كيف. شو عم تعملي؟ اعملي لشوف لنقلن. حتى كله ياخد من بعده. أيوة. وهيدا شوفوا الطبقات، طبقة البسكويت، طبقة الكريمة، وطبقة الجيلو. في أحلى من هيك؟ ما في أحلى من هيك. إذا أي شي هيك لقيتوا معوم شوي الجد تقدروا تعملوه بكلينكس فيها مي، بس انتبهوا ما تدقروا فيه. هلا بدنا نحطه بالبراد، بده شي ساعة بيجمد. إذا ما يلا برجع بفرجيكم اياه بس يجمد. شلناه من البراد، شوفوا شو حلو منظره. طبعا كله جمد. انا عم بهزه وهز الكاميرا كمان معي. ها كله جامد. يا عين يا عين يا عين، الوان رائعه. هلا دوري انا اني دوق تشيز كيك. لا شوف. كثير طيب، كثير طيب شكله طيب. ايه يا إيمان. شكله هالالوان اللي فيه، لون البني مع لون الكريمه مع اللون الاحمر بشهي، ونكهته. واهم شيء الواحد يركز يكون البسكوي نوعيته منيحه، الكريمه نوعيتها منيحه، والجلو مع المربى يكون النكهه اللي هو بحبها. بس انا بفضل اللون الاحمر لان كتير بيعطي افيه اكثر. هي عم تحكي وانا عم باكل. شو قلتي لي مره انه ايه بعدين انا اولاد ابني بحبوها بالفريزر، بحطها بالفريزر بتطلع جاتو جلاسيه. يجربوها كمان، كتير بتعطي نكهة طيبة. ولأنه الكريمة خفيفة و فلافي مثل ما بيقولوا، ايه بتطلع بالفريزر كتير طيبة. اوكي كمان جربوها. خلينا ناكل. باي. دق لنا اياها يا حمودي وقلنا شو رايك. شو هي طيبة عن جد؟ انصرفت طيب. صحتين. هابي بيرثداي. هابي بيرثداي. يلا نقول باي. قول لهم باي. باي. يلا بتركونا ناكل. قول لهم تكون ناكل. ايوه.